مين قال انك محتاجة وصفات كتير؟ عجينة واحدة تكفي كل ده. سر المخبوزات الناجحة بعجينة واحدة بس. اعملي 4 وصفات مختلفة بنفس العجينة في أقل من ساعة، وكل واحدة ليها طعم منفصل وتسوية منفصلة. هتطلعهم معاكي كأنك عملتي لكل واحدة عجينة مختلفة بطريقة اقتصادية توفر عليكي وتديكي طعم خرافي. شوفي العجينة السحرية دي وهقولك ازاي تعملي اكتر من شكل وطعم بنفس العجين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اول حاجة علشان نعمل العجينة الحلوة بتاعتنا دي هنحتاج لكيلو من الدقيق، وعندي كوباية كبيرة من اللبن، وعندي معلقتين من الزبادي ما يعادل تقريبا علبة صغيرة، عندي بيضة واحدة ومعلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين ونص كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية من الزيت. عندي هنا كوباية الحليب هفضيها وافضي عليها كوباية من المية الدافية. هنزل عليهم بالخميرة بتاعتي والسكر، وهدي الكلام ده تقليبه مع بعضه هو والبيضه الحلوه اللي عندنا. ونسيت اقول لكم ان مش شرط خالص البيضه بتاعتنا تكون خارجه من التلاجة او بره التلاجة ولا بدرجه حراره المطبخ. لازم 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 نقلب المواد السائله او المكونات السائله دي مع بعضها كويس قوي الاول قبل ما ننزل عليهم الدقيق. بعد ما خلطتهم زي ما شفت نزلت عليهم الزبادي. وبعد كده كخطوة مهمة جدا ما نقدرش نستغنى عنها، ان احنا لازم نقلب العجينة بتاعتنا كويس قوي بالمعلقة مع الحاجات السايلة. يعني ما تبدأوش عجن على طول، لا، لازم الاول تقلبوها كويس، وبعدين بقى سواء في العجان او على ايديكم لازم تعجنوا العجينة بتاعتكم مش اقل من 7-8 دقايق. لازم نخليها تكون عجينة ناعمة وما بتلزقش في الايد، ولو في تلزيقة فهي هتكون مش متشافة اصلا. هنحطها في طبق واسع ونغطيها بشوية كويسين قوي من الزيت. ما تتنزلوش عن الخطوة دي، تقريبا 3 معالق كبار من الزيت، ولازم نغلف العجينة كويس جدا. خمرت بقى كده عندي وارتفعت. عايزة اقول لكم اللهم بارك ان هي طرية زي القطن، حلوة قوي، مختمرة ناجحة، من غير بقى ما نعمل خطوات كتير ولا محسنات ولا اي حاجة. هي اللهم بارك حلوة جدا. اول خطوه بقى هنعملها ان احنا هنبدا نقسم العجينه بتاعتنا دي ل4 اجزاء ل5 اجزاء زي ما هتقسموهم، ولكن التقسيمه دي هتعجبكم جدا وهتديكم نتيجه كويسه قوي. الاول هاخد اول جزء عندي وهبدا ان انا اعمل منه كور صغيره كده، يعني في حجم الليمونه الكبيره شويه. هبدا اخد اول جزء منها كده، وزي ما انتم شايفين على الرخامه بتاعتنا هبدا افرده. عندي الاداه دي بتاعه الكورنيهات بتاعه الكنافه، او تقدروا تستبدلوها بورق الفويل وتلفوه كده زي القرطاس علشان ناخد شكل الكورنيه الحلو جدا في المخبوزات. هبدا الف كده عليها لحد ما اسيب سنتي واحد من فوق، وابدا ان انا اقفل من اخر جزء على اخر واحد. هعمل بنفس الطريقه كل الاشكال، وطبعا تقدروا تعملوا الكميه اللي تناسبكم من كل شكل. بعد كده الشكل التاني قطعتها برضو دواير بنفس الشكل، وبعدين هبدأ ألم كل واحدة على نفسها كويس قوي. لازم تلموها لحد ما يكون سطحها ناعم ووشها كده مظبوط، لأن احنا هنسيبها زي ما كده. وبعد كده في الأشكال التانية عملت برضو كويرات، وبدأت إن أنا أفردها كده. وكصلصة ميني بيتزا سريعة هحتاج لمعلقتين من الصلصة، معلقة صغيرة من الثوم البودرة، معلقة من البصل البودرة، ومعلقة صغيرة من الزعتر. قلبتهم مع بعض كويس قوي، وبعدين بدأت إن أنا كده أوزع على كل واحدة من شكل الميني بيتزا بتاعي من المعلقة بتاعتي. وما تكتروش الصلصة علشان ما تبقاش معاكم مززة كده أو مش مستحب. طيب، هي معلقة صغيرة هتكون حلوة قوي لكل واحدة لو هتعملوها في حجم وسط تقريبا. عندي بقى هنا كده شويه من الفراخ كنت عاملاهم لو خلطه مكرونه، وبقى منهم معلقتين بدات ان انا اوزعهم على البيتزا بتاعتي من فوق مع شويه بقى من الجبنه الموتزاريلا. تقدروا تحطوا اي نوع خضار، اي حشوه، اي حاجه موجوده عندكم، حتى لموا بواقي التلاجة واعملوها هتطلع معاكم حلوه قوي. حطيت لها كده وحدات من الزيتون وشلتها على جنب. احنا في الخطوات دي مش بنريح العجين ولا اي حاجه، اللي هو احنا هنخلص كل الكميه بتاعتنا التشكيل، وبعدين هنبدا اللي هنخبزه، او لسه هنشوف بقيه الخطوات مع بعض. اخر شكل عندي في العجين بدات ان انا كده اعمله زي الكرواسون او المولتو، وبدات ان انا بالسكينه كده اقطعها، وبعدين بلفها على بعضها كده زي ما انتم شايفين. بعد كده لو حسيتوا ان هي طويله شويه من الجوانب او حاجه بالسكينه كده وظبطوا الاطراف بتاعتها علشان تطلع كلها زي بعض. متنسوش بقى ان انتوا لو لسه مكملين تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، وتشيروا الوصفه على صفحتكم علشان تستفيدوا وتعملوها بعدين. بدات بقى كده ان انا بصفار بيضه مع شويه حليب ادهن الوش عندي، او حتى بيضه كامله او بحليب بس للناس اللي مش بتحب البيض، ولكن عايزه اقول لكم مش هيعمل زفاره ولا اي حاجه. حطيت شويه من السمسم وشويه من حبه البركه، وبرده الميني ساندوتش بتاعتنا حطيت لها شويه من حبه البركه وشويه من السمسم على الوش، وهسيبها برده ترتاح على جنب. بعد كده بقى علشان
الكرواسون بتاعنا هنقليه في زيت على البوتاجاز، زيت ما يكونش ساخن قوي. طيب الكورنيهات بتاعتنا هتستوي على حرارة 220 اعلى درجة حرارة في الفرن. هتاخد معانا بالظبط ربع ساعة. لو ما خدتش لون حلو قوي من تحت ارفعوها فوق، وتحت الشواية دقيقتين بس هتاخد لون. الميني ساندوتش هتستوي على درجة حرارة 180. طيب الفرق فين؟ احنا هنا الكورنيهات من جوه فاضية، فاحنا عايزين نسوي الحروف علشان ما تنشفش منكم وتطلع مش حلو. بنضغط كده على الكورنيه بالراحة وتطلع معانا بكل سهولة. تقدروا بقى تحطوا الحشوة اللي تناسبكم. انا هنا عملت شوية كده من الجبنة كريمي وبدأت ان انا اوزعهم، حطيتهم في كيس حلواني وبدأت ان انا احشيها من جوه. تقدروا تحطوا جبنة رومي، جبنة شيدر، او حتى اي نوع من الحشوات تفضلوا. الميني ساندوتش بتاعتكم لما تخرج من الفرن غطوها بفوطة دافية، يعني وهي لسه دافية او لسه سخنة، علشان تفضل محافظة على طراوتها لأطول فترة ممكن. بدأت ان انا بقى افتح الميني ساندوتش كده، الميني ساندوتش، واحط فيها شويه من النقانق مع واحده كده من الخس. وعايزه اقول لكم انها حرفيا حلوه حلاوه ما حصلتش. النقانق انا ما عملتش فيها اي حاجه، دوب شوحتها بس كده في الجريل، وبعدين قطعتها سلايز صغيره ومع الخس ومش اكتر من كده. وعايزه اقول لكم انها حرفيا خطيره. الكرواسون بتاعي حشيته نوتيلا بيضه او الكندر، اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تحشوها، او حتى ترشوها بسكر وقرفه هتطلع معاكم حلوه قوي. الميني بيتزا بقى دي في حته لوحدها، ريحتها خطيره. نسيت اقول لكم ان هي بتستوي على درجه حراره 220 على الرف اللي في النص، مش بنشغل عليها الشوايه، ومش شرط خالص ان هي تاخد لون من تحت. الفكره ان هي تكون مستويه، وما تركزوش مع الايدين الصغننه اللي موجوده في الفيديو. عملنا كل الاشكال دي بعجينه واحده بس، هتوفر عليكي كتير قوي وقت ومجهود. اعمليها واحتفظي بيها في الفريزر، اديها لاولادك، او في حفله بقى كده، لو عندك حفله حلوه وعايزه تعملي حاجه حلوه تشرفك قدام ضيوفك، هتطلع معاكي هشه وطريه، ومن اول واحده لاخر واحده هتفضل محافظه على طراوتها. ده هي اصلا لو قعدت اكتر من ساعتين. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، عشان الفيديو ده تعبت فيه كتير جدا. هستنى رايكم تحت في التعليقات، واتمنى تشيروا الوصفه على صفحاتكم وتعملوا منشن لاصحابكم علشان يستفيدوا. لايك وشير للفيديو يا حلوين، صحه وهنا.